عليم يا رزاق يا كريم يا رب. يا ابني الكلية بتاعتك بدأت بقالها شهر وانت ما رحتش ولا يوم واحد. يلا شهلي شوية. زمان رجل العلم والمربي الفاضل السيد والدك خلص صلاة وجلس على المائدة. احنا مش متفقين ما نتكلمش في المشاكل على الصبح؟ شقة أكبر. هو في شقق كبيرة دلوقتي؟ ما خلاص الشقق الكبيرة راحت أيامها. يا ابني قوم. الله، انت هتبلط في البيت هنا زي العواطلية؟ مفيش رجالة عندنا بتقعد بالنهار في البيت، ان شاء الله حتى تروح تقعد على القهوة، لكن اشوفك بالشكل ده اتنقط. ربنا يديمها علينا نعمة. اسمع بقى ما اقولك، انت من هنا ورايح تحود نفسك على انك هتتغدى وتتعشى من غير الولاد. خلاص العيال كبرت وكل واحد وقته غير التاني، ومن الصعب جدا ان احنا نجتمع كلنا في وقت واحد. لا بقى ابني مش بايظ يا سكان. البنات هي يا اخويا بقى اللي كان بتجري وراه. ابني مش خايب يا كامل. ابني هيكون احسن واحد في الحاجه اللي هو يحبها ويغواها. بقول لك ايه يا حضره الناظر، الولد خلاص سلم نفسه، وزمانهم دلوقتي حلقوا له شعره وبيجهزوه. يعني كلامنا احنا دلوقتي ملوش اي لازمه. لا من ناحيه انك تعمل ففي حاجات كتير قوي تعملها. انا حاسه ان ابني احمد ده هيبقى حاجه كبيره قوي. يا كامل ده انا اللي طالع والعيار مظبوط. وقته بقى يا كامل، بعد الاكل ابقى خد الاراء ان شاء الله حتى تعمل ستيك. يا خبر زي بعضه. ما قبلتش في الجيش ليه؟ اكتع اطبش متخلف عقليا. معقول فاطمه محجوب تخلف عيل معيوب؟ امال تروح تشرك ليه؟ كلام اخوك صح يا احمد. يا حبيبي ارجع كليتك تاني وكأنك رحت الجيش. جرب سنه كمان يمكن تحبها. كامل عيب قوي العمايل اللي بتعملها فوزيه وامينه، ما يصحش كده. ده حارس وعروسه ولسه في شهر العسل. اصلك مش فاهم الحكايه يا كامل. البنات مش طايقين مرات اخوهم، مش هيهدى لهم بال الا لما يطفشوها. واحمد خلاص فهمنا ايه اللي في دماغه. ايه يا احمد انت واقف ساكت ليه؟ مش تفهم ابوك زي ما فهمتنا؟ ايه يا سي كامل؟ الله ده ابنك البكر يا اخويا. واحد كله. ورايح فين؟ رايح الواق ورايح فرنسا بلد الدلع. بونجور بونسوار ميرسي. جرى لك ايه يا كامل؟ ربنا ما يقطع لك عاده. الساعه داخله على 10 بالليل وانت قاعد بالبيجامه والروب وحابس نفسك في الاوضه. هو الخروج ما يبقاش خروج الا للشقه اياها دي. طب القهوه بلاش القهوه، النادي. امال احنا عاملين اشتراك وبندفع فلوس ليه؟ عياقه؟ ركبني المترو لاخر الخط في مسبيرو، ننزل كده نتمشى على الكورنيش شويه ونقزقز يا سيدي ترمس وتفرجني على مبنى التلفزيون وبعدين روحت. انا اول ما سمعت صوته في التليفون عرفت انه مفرفش ولا على باله اي حاجه.